النادي الاهلي مستحيل يكون نادي طبيعي ونادي زي اي نادي كده في الدوري المصري. لا، الاهلي نادي مختلف جدا جدا في الدوري المصري، وفي الفيديو ده هثبت لك كل التجاوزات اللي تجاوزها الاهلي وكل الازمات اللي عدها النادي الاهلي وكل اللعيبه اللي راح له وكل لعيبه الاهلي وكل لعيبه الزمالك هتمشي ازاي ولعيبه الاهلي هتمشي ازاي، وقصه امام عاشور واستاد النادي الاهلي الجديد كله بالتفصيل في الفيديو ده، وازاي الاهلي داخل له الملايين دي كلها من الدولارات وهو مخلص الدوري ومفنشه ثالث الدوري الموسم اللي فات. كل حاجه في الفيديو ده بالتفصيل، بس ما تبخلش عليا بلايك واشتراك في القناه لو مش مشترك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. الاهلي يقترب من اكبر عقد رعايه في تاريخه، بل في تاريخ الكره المصريه كلها. النادي الاهلي يقترب من اكبر عقد رعايه في تاريخ النادي وفي تاريخ الكره المصريه كلها مع شركه فودافون. مده العقد ده هتبقى 4 سنين. القيمه الاجماليه كبيره جدا، وهي 1,353,000,000 جنيه، يعني رقم كبير جدا جدا. العائد السنوي بيقارب 373 مليون جنيه مقابل وضع شعار شركة فودافون على قميص فريق النادي الأهلي. وبكده النادي الأهلي عامل إنجاز قوي، إنجاز كبير، حاجة تجنن بصراحة. تجنن ليه؟ لأن النادي الأهلي مخلص الدوري في المركز الثالث، لكن الرعاة كلها بتجري عليه لأن قيمة النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا جدا. كمان شركة فودافون في أنباء وترشيحات قوية جدا جدا لأن هي هتحط اسمها على استاد الأهلي الجديد لمدة 20 سنة. طيب وإيه المقابل؟ المقابل في الاتفاق لحد دلوقتي وصل لحد 170 مليون دولار مقابل رعاية اسم استاد الاهلي يبقى باسم فودافون. يعني استاد الاهلي هيبقى عليه اسم فودافون لمده 20 عام مقابل 170 مليون دولار، وقضيه استثماريه ضخمه جدا جدا للاهلي. والاهلي عالمي بكل ما تعنيه الكلمه من معاني، لان الاهلي نادي كبير، نادي ما بيهموش حتى الموسم اللي ما خدش فيه بطولات الكل جري عليه، والرعاة وكل الشركات وكل المستثمرين وكل اللي بيهمهم ان اسمهم يكبر او كل اللي بيهمهم اي حاجة في الكورة جريوا علشان يخلوا اسمهم يكبر من ناحية النادي الاهلي. شركة فودافون جريت على الاهلي اللي هو مركز ثالث، ما جريتش على الزمالك اللي خد الدوري، ما جريتش على بيراميدز سنة الدوري، ما جريتش على اي نادي في الدوري المصري غير النادي الاهلي، وراحت واتعاقدت معاه عشان يبقى اسم فودافون على التيشيرت. يسكتوا؟ لا، عايزين كمان عقد رعاية لاستاد النادي الاهلي يبقى عليه اسم فودافون. عارف يعني ايه استاد الاهلي يبقى عليه اسم فودافون لمدة 20 سنة مقابل 170 مليون دولار؟ رقم كبير جدا جدا هينقل الاهلي ويحط الاهلي في مكان اكبر من اللي هو فيه. الاهلي كبير لكن الرقم هيخلي الاهلي في حتة تانية وفي حتة اكبر من كده بكتير. والنادي الاهلي داخل على تاريخ جديد، والنادي الاهلي داخل على مبالغ عالمية هتبقى في خزينة النادي الاهلي لو خلص عقد رعاية فودافون لاستاد النادي الاهلي. ولكن النادي الاهلي دخل له فلوس اكتر، لان الفلوس اللي دخلت مش بالقليلة للنادي الاهلي من شركة فودافون في رعاية تيشيرت النادي الاهلي. كمان في عرض الاستثمار بشركة الكورة بالنادي الأهلي، والأهلي بالإدارة بيدرسوا أفضل عرض وعائد مادي يحقق أكبر عائد ويحافظ على إيه؟ ويحافظ على مصالح النادي حول إدارة ملف شركة الكورة. لكن المستثمر داخل بطموح أكبر من اللي عايزه الأهلي، والمستثمر شايف إن هو هياخد أسهم أكبر فهو اللي هيكون مسيطر. لكن إذا امتلك النسبة الأكبر من الأسهم فمن الطبيعي إن هو هيكون له الإدارة والتحمل الكامل لشركة الكورة. فمش من الطبيعي إن المتحدث يطلع ويقول إن المستثمر هيبقى ليه
الحصة الأكبر في شركة الكورة، ورغم كده الأهلي هيبقى ليه الإدارة الكاملة. ده من الناحية التجارية مش موجود، لأن معروف اللي بيبقى ليه أسهم أكتر حتى لو بسهم واحد هيبقى هو اللي مسؤول على إدارة شركة الكورة. وهنا الأهلي بيدخل نفسه في حكاية يمكن هتعمل له أزمة على وقت بعيد، لأن الأهلي فكرة إن الأهلي دي شركة كورة النادي الأهلي، فالمفروض هو المتحدث وهو المسؤول، وهو كل حاجة بتخرج من شركة الكورة للنادي الأهلي تكون باسم النادي الأهلي وليس أي مستثمر. المستثمر أو لو مجموعة مستثمرين يستثمروا في جزء، لكن الإدارة وكل حاجة تبقى باسم النادي الأهلي زي ما هي، والإدارة وكله يبقى من خلال النادي الأهلي. النادي الأهلي يا جماعة نادي كبير، النادي الأهلي نادي عارف يعني ايه يدير شركة كورة، لأنه لو مش عارف يديرها ما كانش عملها عكس نادينا الحبيب اللي بعد ما عمل شركة الكورة عايز يبيعها، وإمام عاشور عايز يمشي من النادي الأهلي. طيب ماشي يا عم إمام، ما تمشي، ايه المشكلة يعني؟ السعر المطلوب من إدارة النادي الأهلي طالبين لحد دلوقتي 10 مليون دولار، ودي أقل حاجة تدفع من إمام عاشور. يعني أي حد عايز يتعاقد مع إمام عاشور عايزه مفيش مشكلة، خد إمام يا عم، ايه المشكلة يعني؟ هنجيب 1000 إمام تاني، لأن النادي الأهلي مش هيوقف على حد. معروف النادي الأهلي نادي كبير، نادي بيصنع نجوم، فمش هيوقف على إمام، لكن حد أدنى للتعاقد مع لاعب وإمام عاشور. أفضل لاعب بصراحة إمام عاشور موجود حاليا في مركزه، بل من أفضل اللعيبة في مصر في الكرة المصرية في الوقت الحالي، وده مفيش خلاف عليه، وشفناه في كأس العالم وثقته ورجولته وكفاءة وكل حاجة في إمام عاشور ما توصفش. لكن النادي الأهلي عنده حق إن لعيب كبير بقيمة إمام عاشور، لعيب هيروح أي فريق هيلعب اي وقت حتى لو لعب 5 دقائق بس، امام عاشور هيكون مؤثر جدا وهيكون لعيب قوي جدا. لكن الاهلي شايف ان امام عاشور قوي، وفعلا امام عاشور قوي يستحق كده، والاهلي حدد اقل قيمه عشان يوافق في انتقال امام عاشور من الاهلي لاي نادي هيجيله، بالاخص النادي السعودي اللي الكلام حاليا بينه وبين امام عاشور. النادي السعودي عايزه في الوقت الحالي، قال له الاهلي ما عنديش اي مشكله، تعال خد امام عاشور، لكن اعمل حسابك في 10 مليون دولار. طيب الاهلي يسكت؟ لا، عايز كمان مكافآت واضافات هترفع قيمه الصفقه ل 11 او 12 مليون دولار، والاهلي عنده حق. لكن النادي السعودي هو اتحاد جده السعودي، اتحاد جده حاليا في الوقت الحالي مش عايز يدفع للنادي الاهلي الامام عاشور غير 7.5 مليون دولار، وده الاهلي شايفه بادارته شايفه رقم قليل جدا جدا في حق امام عاشور، لان امام عاشور لاعب على كفء عالي، لاعب بامكانيات عالميه جدا جدا. فالاهلي شايف ان 7.5 مليون دولار رقم قليل في حق امام عاشور، والاهلي عنده حق لان امام عاشور مؤثر. امام عاشور لو راح لعب 5 دقائق زي ما اتكلمنا من دقيقتين هيفرق جدا جدا مع اي نادي يروح، لان امام عاشور لاعب قوي بدنيا مهاريا ذكي، لاعب مؤثر، لاعب ما بيخشاش حد، وشفناه في كأس العالم لاعب ما بيخشاش اي حد، في هدفه امام بلجيكا في كأس العالم. يعني امام عاشور لوحده بس كان بيلاعب منتخب بلجيكا كله في نص الملعب. الاهلي كمان مش عايز يخرج اللاعب الاحتراف، وعايز وبيفكر بيطرح على اللاعب البقاء في النادي، ولكن الاهلي لازم يرفع سقف راتب امام عاشور لرقم كبير جدا جدا، لان انت بتتكلم في 10 مليون دولار، ده غير اللي هو هياخده من النادي السعودي. فامام عاشور من حقه يبقى فئه اولى في النادي الاهلي، او كمان فئه VIP، يعني فئه اولى في النادي الاهلي قليله على امام عاشور. والنادي علّى النسبة لموضوع أكبر من كده، والنادي الأهلي عرض على إمام عاشور نسبة قوية جدا، كمان عرض على إمام عاشور وسمح له بالاستفادة من الإعلانات الخارجية دون حصول النادي على أي نسبة منها. يعني خد كل قيمة الإعلانات الخارجية والأهلي مش عايز أي نسبة منها، وإمام عاشور بسبب البند ده ممكن يرجع ويكمل مع الأهلي ويقبل بالعروض اللي جاله من النادي الأهلي، ويقبل بالعقد اللي هيعلى مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. والكابتن سيد عبد الحفيظ إداري مميز جدا جدا في النادي الأهلي، وشفناه لأنه شغال لعمر في النادي الاهلي من وقت ما كان لاعب لحد دلوقتي اداري في النادي الاهلي. فالكابتن سيد عبد الحفيظ بيعرف ازاي يخلي اللاعب يجي الاهلي، وبيعرف ازاي يستفيد من اللاعب لو هيمشي من الاهلي يبقى اقصى استفاده. فالكابتن سيد عبد الحفيظ في الوقت الحالي بيحاول مع امام عاشور عشان امام عاشور يفضل ويكمل في النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي هيعلي سقف الطموحات لامام عاشور في الوقت الحالي. شفنا
اكتساح كبير جدا للاعيبة الزمالك في حفل جوائز دير جيست، ونادي الزمالك حصل على جوائز كبيرة من الدفاع الوسط للهجوم. وأهم اللعيبة اللي حصلوا على جوائز في حفل دير جيست هو عبد الله السعيد، حصل على أفضل لاعب وسط في مصر لموسم 2025-2026 بعد حصوله مع الزمالك على الدوري المصري، وكمان حصل على أفضل مدرب في مصر بعد حصوله مع الزمالك على النسخة الأقوى من الدوري المصري الموسم 25-26 الكابتن معتمد جمال. وبمناسبة الكلام عن الكابتن معتمد جمال، نادي الزمالك رجع وعرض تاني على الكابتن معتمد جمال إن هو يرجع ويكون مدرب نادي الزمالك من جديد. نادي الزمالك بعد ما مشى معتمد جمال علشان شايفين في الزمالك بإدارة الزمالك إن محتاجين مدرب أجنبي قوي لدوري أبطال أفريقيا، لا رجعوا حاليا بسبب طلبات المدير الفني الصربي اللي كان جاي، وإن هو عايز هو والثلاث مساعدين مع $80,000 في الشهر. والزمالك شايف إن مش محتاج ولا متحمل أزمات مالية تانية، ولا خزنة الزمالك قادر على دفع $80,000. فالزمالك شايف إن ده رقم كبير، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك شايف إن $80,000 ده هيكون عبء كبير جدا جدا على خزنة نادي الزمالك، وإن ده رقم كبير، وإن الزمالك كده يدخل في أزمات مالية تاني. وكمان مع شرط المدرب الصربي، وده الشرط اللي زعل الكابتن حسين لبيب بزيادة، وهو إن المدرب الصربي شرط على الزمالك إن هم يصرفوا مستحقات اللعيبة المتأخرة كلها، كمان يصرفوا كل المكافآت المتأخرة للعيبة عشان أول ما يوصل مصر ويوقع العقود بشكل رسمي ويبقى المدير الفني رسميا للزمالك، يبدأ فترة إعداد قوية مع اللعيبة. بس لكن هي ومرتاحة نفسيا بسبب إن صرفت مستحقاتهم. لكن المدرب الصربي أعلنها صريحة، مش هيجي ولا يوقع على أي عقود للزمالك من غير ما الزمالك يدي مستحقات كل اللعيبه المتاخره ويصرف كل المكافآت. يعني عايز يجي على الابيض مع اللعيبه، واللعيبه تكون جاهزه ومستعده نفسيا قبل جسديا لمعسكر تحت قيادته وهو المدير الصربي. ده كان شرطه الوحيد، وشرط قوي وما عجبش الكابتن حسين لبيب، لان الكابتن حسين لبيب اصلا في ازمه في الوقت الحالي، وشايف ان $80,000 رقم كبير، شايف انه مش هيقدر يوفي مع المدرب، شايف ان هو مش هيقدر ينفذ كلام المدرب اللي هو عايز يصرف كل مستحقات اللعيبه وعايز يعمل كل حاجه للعيبه. فالكابتن حسين لبيب شايف ان ده رقم كبير، وشايف ان هو مش هيقدر يسمع وينفذ اللي عايزه المدرب. فقال لك وليه خلينا في المدرب المصري، ماله المدرب المصري. وهنا رجعت الحسابات والحديث على الكابتن معتمد جمال، وكلم الكابتن معتمد جمال وطلب منه ان هو يرجع من تاني ويكون مدرب نادي الزمالك من جديد. هل من وجهة نظرك كابتن معتمد جمال هيرجع فعلا ولا لا؟ متنساش رايك في التعليقات، وقول ان الكابتن معتمد جمال هيقبل بنادي الزمالك مرة تانية، ولا المرة دي كابتن معتمد جمال مش هيقبل وهيدور على مستقبل افضل بعيد عن نادي الزمالك. كابتن حسين عموته المدير الفني للنادي الاهلي اعرب عن اسماء ما عجبتوش في الفريق وعايز مين يمشي ومين يقعد. كابتن حسين عموته ما عندهوش افضليه لحد، ما عندهوش محباه، ما عندهوش اي جميل على حد ولا حد ليه جميل عليه. فقال لك يلا يا عم مشي شويه مشي شويه. مين؟ طيب عايز تمشي مين يا كابتن حسين عموته؟ قال لك اول حاجه قفشه. طيب وقفشه عايز تمشيه ليه؟ قال لك بسبب ان هو كسول جدا. الحسين عموته شايف ان محمد مجدي قفشه صاحب القاضية ممكن وصاحب البطولة الاغلى في النادي الاهلي، ان هو كسول جدا. كمان عايز يمشي مهاجم الاهلي محمد شريف اللي الاهلي عمل عليه مشكلة، واللي الاهلي رفع بسببه اصلا قيمة لعيبة الدوري المصري وقيمة اللعيبة المصرية كلها، وقت ما دفع فيه 47 مليون جنيه. وقال لك في تصريح تراجع اللياقة والحس التهديفي، يعني لا موجود حس تهديفي في الوقت الحالي ولا موجود لياقة، وفي تراجع كبير وقوي لمحمد شريف. فيلا مع السلامة محمد شريف انت ومحمد مجدي قفشه. كمان عايز يمشي احمد عيد ومش مقتنع بيه تماما. الصفقة الكيدية اللي جابها النادي الاهلي وهو احمد عيد، الكابتن حسين عموته غير مقتنع تماما باحمد عيد. كمان عندك محمد شكري غير مقتنع بيه، كمان اشرف داري غير مقتنع بيه. لكن في المقابل اشاد بمين الكابتن حسين عموته؟ اشاد بعمر كمال عبد الواحد، وقال ان ليه فرصة
وبقائه أصبح أكبر. أشرف داري رغم أن المدرب الحسين عموتة مش مقتنع بيه، لكن أشرف داري في الوقت الحالي مش عايز يمشي ومدخل نفسه مع الأهلي في أزمة وعامل أزمة للأهلي. الأهلي عايز يخلص ملف أشرف داري على التراضي، انه يمشي بالتراضي، ان هو ياخد لحد اليوم اللي هيمشي فيه، لكن اشرف داري مش عايز كده. اشرف داري قال لك ايه؟ تراضي؟ لا، ما فيش منه. اشرف داري قال انا عايز قيمة عقدي كاملة، يعني ادوني عقدي قيمته كاملة وانا همشي. طيب مش هتدوني قيمة عقدي كاملة، انا هعمل ايه؟ طلعوني على سبيل الاعارة، لكن امشي بالتراضي لا. وحاليا الاهلي في ازمة كبيرة جدا جدا مع اشرف داري. لو وصلت لنهاية الفيديو متنساش اللايك والاشتراك في القناة والشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن.